هي من اعظم من يحكم في مصر، وامام القضاء الذي ادين له بكل الولاء وعلى مسؤوليه اسمي الشخصي ان كافه الادويه المستعمله دون وصفه طبيه تعطي في التحاليل ميثا امفيتامين وامفيتامين، وتعطي ايد الحشيش وفقا للدلالات الاستكشافيه والترامادول، وذلك لان المواد المخلقه في تلك المواد يستخلص منها كافه العلاجات حتى الموجوده دون وصفه طبيه. يا فندم الاسبرين حضرتك نفتحه لك على مسؤوليتي الشخصيه يا فندم، وانا اعني ما اقول باسمي. الاسبرين يدي في التحليل البول اقول لسعادتك حاجه، هات لي قضيه واحده حضرتك اكثر مننا كلنا علما وعلما عدوا في تحليل شخصي دون وجود عينه ما طلعش المتهم ما شاء الله يعني احمد فتوح اللي هو رياضي ما بيشربش سجاره، اللي هو بيلعب في المنتخب القومي بيشرب حشيش. اذا كان ما بيشربش سجاره ده بيلعب في المنتخب القومي، لكن هتبقى كده وهيتحال كده. ده مش كده وبس يا فندم، ده احنا في مصيبه ثانيه. التحليل ده راح يوم ثانيه واحده اذا كنت انا مش غلطان يعني. نيجي الاول قبل ما نقول التحليل، طب هو عمل له التحليل ليه؟ طب انا اعرف مثلا وحضراتكم بتعلموني واللي حضرتك هتقوله انا همشيه وهرتضي بيه. اعرف مثلا ان تبان عليه علامات التعاطي فوديه، لكن ده الضابط نور في صفحه 31 الحاضر يقرر ان اول ضابط في صاد 31 المتوجه بالورديه الى مكان الحادث سئل صراحة في النيابة العامة هل كانت تظهر عليه أي علامة من علامات التعاطي؟ قال له ما كانش ظاهر عليه إنه متعاطي مواد مخدرة وكان في وعي، وأن ضابط التحريات في صاد 38 رغم أن القضية قضية رأي عام وقد اعتدنا في قضايا الرأي العام دون أن أكتب هذا إن الكل بيجي دايما ناحية الرأي العام. إحنا من علينا من أول 2011 من المصيبة أي شخصية عامة، أي ابن شخصية عامة، أي ابن راجل كبير ذو مقام عالي زي حضراتكم وأنتم حضراتكم مرفعين عن هذا، أي واحد مغني ممثل هيطلع الصحافة كلها تكتب عليه، تلاقي في قادر التحريات تيجي تقول ده بيتعاطى، لا ده ضابط التحريات وبعد عدة أيام قال له قال له لم تظهر عليه علامات، قال له هل هو معتاد التعاطي؟ قال له قال له ما عنديش اي دليل على كده، لم تتوصل تحرياتي لمعرفه انه يتعاطى مخدرات. يتعاطى مخدرات ازاي وهو مغني؟ ما هو الحشيش ده بيتشرب، المغني صوته يروح. ده واد غلبان كل مشكله حياته انه حصلت حادثه عربيه على الطريق الدائري في الضلمه دي مش انا اللي بقولها يا فندم، الضلمه دي الحاضر يقرر ان مشكله كل تلك القضية أن المجني عليه المسكين رحمة الله عليه وصبر الله أهله كان يمر على طريق الدائري الذي لا يوجد به، مش أنا اللي قلت برضه ده الظباط، لا يوجد به أي مكان لمرور المشاة، وفي المنتصف. ولماذا في المنتصف؟ لأنه ثابت تماما أنه كان أمامه سيارتين في طريق مظلم، والذي يقرر انه طريق المظلم ليس انا بل الضباط اللي نزلوا. قال له ساله قال له الطريق ده شكله ايه؟ قال له طريق مظلم. مره واحده هو بعربيتين قدامه لقى الراجل المسكين المجني عليه يا عيني هيلاقي مكان يعدي. ما هو السيد الرئيس لما عمل كل الكباري دي والناس مش فاهمه عملها ليه؟ عشان يلاقوا مكان يعبروا فيه. ما احنا البلد دي بقى لها طول عمرها الناس بتعدي بيعدوا طريق. ده انا امبارح وانا جاي من الساحل الناس بتعدي طريق الساحل على رجليها، فالطريق الدائري بيعدوا وهو ماشي في طريق مظلم وبسرعه مقبوله للغايه. مش كده وبس، ويقرر الحاضر ان المدعى كونه متعاطي للمخدرات قد وقف واتصل بسياره الاسعاف وجلس يبكي على وفاه هذا المسكين، وانتظر الضباط ولم يهرب كما يفعل غيره، بل انه الذي استدعى الشرطه بنفسه. فهل من المعقول ومن المنطق ان ده يبقى متعاطي مخدرات؟ مش كده وبس.
انا هقول لحضرتك حاجه تريحنا. العينه اللي اتاخدت اول مره في حياتي اشوف عينه بتتاخد بمعرفه الدكتور وليد عباس بتاع الطب الشرعي. ازاي؟ والحاضر ينازع منازعه اجرائيه اعمالا للمواد من 456 الى 461 من تعليمات النيابه العامه في كيفيه اخذ عينه المخدرات، ويشكك اولا في النتيجه وثانيا في صحتها. فندم، اذا كان من العداله وانت ابو العداله ان احنا نتحدث يا فندم في متعاطي مخدرات وانت بتقول عليه مغني، انا هقول لسعادتك النيابه، انا اسف ان انا اقول كده وارجوك، انا ما عنديش حد اتكلم فيه عن النيابه الا امامك.